السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل حبايبي وعيلتي الصغيرة اللي بتتابعني، وكل حد جديد على قناتي شرفني وجودك بينا. أتمنى لو انت جديدة معانا في القناة تعملي اشتراك يشرفني متابعتك ليا. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل ايه. بصوا النهاردة بقى جمعة مباركة على الجميع، امين يا رب كده. يعني حريصي بقى انك تقومي كده تشغلي القرآن عشان بصوا يعني البركة كده في البيت، وتحس بطمأنينة كده وشعور يعني مش هقول لكم لما الواحد بيشغل القرآن والله بيحس يعني بيحس ان البيت كله هادي، البيت كله يعني نزل عليه سكينة كده، اللهم بارك. فنشغل القرآن كده في الجمعة المباركة علينا دي. نولع شوية بخور. انا بحب جدا البخور اللي هو انا عندي يعني عندي كذا مبخرة من اللي هي الكهرباء، وعندي الاير ويك بس انا بحب البخور اللي بيبقى بالفحم. يعني بحب اشتري البخور اللي هو العلب ده، وحتة فحمة كده ويبقى بقى دخان وبخور، عارفين انتوا الاجواء دي، وتحس ان يعني البخور اللي هو بيشترى نحطه على الفحم كده، يعني له ريحة تانية وله يعني له جو تاني خالص. فانا بحب بصراحة يعني اعمل يعني اعمل البخور بالفحمة يعني بخور بدائي كده. فعملت النهاردة، كانت ريحته حلوة جدا وحسينا كده بالنهاردة. يعني النهاردة الجمعة هنا بقى عملت لهم ايه. يعني هم راحوا صلوا الاول، بعد ما جم الصلاة حبيت ان انا اعمل لهم فطار. لو مثلا قعدوا عليه فترة يبقى يعني تمام، يعني مثلا نتغدى اخر النهار كده، او لو اتأخرنا في الغدا يبقى هم فاطرين وكويس. يعني عملت بطاطس، حمرت لهم بطاطس وعملت لهم فول، جبنة قريش. يعني ظبطت لهم ايه زي ما بنقول، يعني فطار حلو. يعني كان عليهم بقى، كان على ابني تمرين النهارده، فقلت ايه لا يفطروا يعني يجوا من الصلاة يفطروا ويروحوا تمرينهم وكده ويروحوا مشاورهم، وعلى ما يجوا يعني يكون الغدا برضو جاهز. انا بقى بحط الفول كده، ببقى اتحاله شوية زيت معتبرين، احط الفول شوية كمون شوية ملح وشطة وكزبرة ناشفة. وبصوا ما بقى يعني ما بحبش اضيف للفول اضافات كتير بصراحة، يعني بقى بحب يعني فول فول يعني ما احبش يعني اضيف له اضافات كتير. هنا بقى حمرت البطاطس. بصوا بقى يعني اجدع احساس في الصيف لما تفتحي بطيخة وتلاقيها حلوة. بصي انت بتبقي في قمة السعادة كده. هنا بقى حطيت لهم حتة جبنة قريش كده، انا شارية الجردل الصغنون الحلو ده مخصوص عشان الجبنة القريش. احط لها يعني قرن فلفل اخضر كده وشويه ميه بملح، واحط الجبنه واكون غاليه لها الميه تحفظها معايا. وعملت لهم بقى شويه مخلل زي ما قلت لكم، الفول. بصوا هنغرف بقى الفول بتاعنا، وكمان اقطع لهم البطيخه الحلوه. يعني ولادي فرحوا بيها جدا. بصوا بطيخه كده ما شاء الله، يعني لا حلوه مرمله حمراء، ما فيهاش قشر، ما فيهاش كمان لب انتوا متخيلين؟ فكانوا مبسوطين بيها جدا. يعني بصوا الفول بقى انا بحب ايه كمان احط له ليمونه كده، ولو عندك بقى شوية زيت زيتون تحطي له. بس انا كنت خلصت بقى، يعني ان شاء الله هشتري ازازة كده، خلصت زيت الزيتون. يعني كان اخر حبة معايا كانوا امبارح، حطيت على كل طبق كده نص ليمونة، ولادي بيحبوه بالليمون. وهنا بقى ايه هقطع لهم البطيخة، ويبقى فطار حلو كده زي ما قلت لكم. يعني يروحوا ويجوا معتمدين عليه لغاية يعني الوجبة الأساسية بقى الغدا. بص بقى هنقطع البطيخة، يعني هقطعها لهم كده ايه من غير قشر، تبقى سهلة عليهم ياكلوها بالشوكة كده، وعيش والدنيا تبقى يعني ايه حلوة لذيذة. قلت لهم احط لكم مربى، عارفين اللي هو لما بتبقى ايه عاملة مربى في البيت فبتبقى ايه يعني احنا زهقنا منها يعني كل المربى فعلا يعني عايزة تتاكل، يعني مش كل يوم. فلا مش عايزين مربى، خلاص مش هحط لكم مربى. هنا بقى قطعت لهم البطيخه اللي بصوا يعني لونها، هو ده لونها في الحقيقه على فكره، مش تصوير، حلوه جدا.
يلا بقى هقطع لهم البطيخ كده بالهنا والشفا. بس هقطع له، يعني هكتفي ان انا اقطع لهم آه، يعني الثلاث شرايح دول، لان هو فطار. عايزه اقول لكم لو مثلا في نص اليوم والدنيا حر وكده كانوا هياكلوا اكتر بطيخ، لكن لا فطار، فما اعتقدش ان هم هياكلوا بطيخ اكتر من كده في الفطار. بس كده قطعت لهم، بس يعني قطع صغيره كده ياكلوها بشوكه، او يعني تبقى سهله عليهم، مفيش قشر مفيش يعني الغلبه دي. بصوا فطار حلو قوي يفتح النفس، والله يفتح النفس ما شاء الله. يلا قومي بقى كده تنشطي، اعملي. ولادك في الاجازه، احنا خدنا الاجازه الحمد لله الحمد لله طلعنا على خير. ولادك صحيوا، احرصي بقى تقومي تعملوا لهم فطار، عشان عارفه لو اتاخرتي عليهم شويه في الغداء فيبقوا هما يعني فاطرين، فما تبقيش قلقانه يعني، فاطرين وخلاص دخل معدتهم حاجه. فحتى لو اتاخرتي في الغداء شويه مش مشكله، بس انتي الوجبه الاساسيه بتاعه الفطار انتي مفطراهم وكويسين. فعارفين فطراهم انسيهم بقى يعني فاطرين انسيهم شويه. بس كده بصوا والله العظيم فطار فطار يفتح النفس. ممكن بقى تحطي ايه، نحط ايه كمان مع الفطار؟ قلت لكم المربى، لا رفضوا مربى. كنت تحطي شويه عسل برضو، رافضين، هم رافضين العسل والمربى والحاجات المسكره دي. ممكن بقى يعني ممكن تقلي بيض، تسلقي بيض يعني، وما تعمليش كل الحاجات مع بعضها، يعني نوعي لهم. النهارده هسلق بيض وفول، بكره هعمل بطاطس ومثلا طعميه يعني مش كل يوم زي بعضه. هنا بقى احنا خلاص فطرنا الحمد لله. هبدأ بقى ألم يعني بواقي العيش اللي باقيه منهم دي، وامسح الترابيزه كده، يعني انضفها تنظيفه حلوه. مكان الفطار. هم حبوا يفطروا النهاردة هنا، يعني حبوا يفطروا تحت. هو عادة ما بياخدوا الأكل ويطلعوا فوق، بس باباهم بقى قال لهم النهاردة ايه، لا تعالوا يعني تعالوا نقعد مع بعض تحت كده. نفتح الستارة، الخضرة حلوة والجو حلو، ونقعد مع بعض تحت. فهم صراحة سمعوا الكلام وجم قعدوا يعني فطرنا مع بعض هنا بقى. بس كده خلاص ظبطت الترابيزة بتاعتي ومسحتها، بصوا دورت عليها كده آه، باللي هو البخاخ بتاع الازاز ده، في ثواني في ثواني كانت ما شاء الله بتبرق. بس كده اليوم بصراحة اليوم بدأ من اوله يعني حلو كده. انا خلاص بقى يعني هبدأ يعني اعمل الحاجات اللي ورايا. يعني ورايا النهاردة بصراحة غسلة غسلتين ما اتنشروش. هحط بقى السيمبا الاكل. هشوف الجنينة بتاعتي فيها شوية حاجات كده اعملها برضو. هوريكم انا دلوقتي هنعمل ايه في الجنينة. شوية حاجات محتاجاني فاهمين ابص عليهم كده. هنا بقى كنت سويت الاكل السيمبا واحطه له، بص طلع يجري بقى خلاص يعني وجع. هو الكلاب لما يعني هم صغيرين ممكن وهو صغير جدا جرو كده تأكلي 3 مرات في اليوم. بس وجبات عايزة اقول لكم هو صغير كده، يعني يكاد يكون ما بياكلش وجبة صغيرة قوي، يعني مثلا قد كف ايدك او اقل. يكبر شوية تبدأي تقللي مثلا ال3 وجبات تعمليهم وجبتين. يكبر خالص بالحجم ده ممكن تأكليه مرة واحدة في اليوم. بس يعني مرة يعني مشبعة، يعني مرة حلوة. هنا بقى لميت الكراسي، بصراحة كان الكراسي كنا امبارح قاعدين عليها كده بالليل، فكسلنا ان احنا ندخلها. فالصبح قلت لا عشان الشمس طبعا ما تأذيهمش وكده، لازم اشيلهم وادخلهم في البلكونة. هنا بقى اللي بكلمكم عنه كانت الجنينة محتاجاني بصراحة. بصوا المكان ده كان فيه الشواية، كان شواية قديمة وكانت تقيلة قوي فيكاد يكون ما بتتحركش، غير الجديدة اللي احنا عملناها. فالمكان بتاعها لما اتشالت وشلناها، المكان اللي تحتيها ما بقاش فيه نجيلة. فقلنا اللي بتاع الزراعة يعني المهندس بتاع الزراعة يجيب لنا ايه 5 6 بلاطات نجيلة كده، بحيث ان احنا نزود النجيلة في المكان ده. فتبقى حلوة يعني ما يبقاش فاضي كده، ما تبقاش رملة كده مكان ايه، مكان الشواية. بصراحة سيمبا مش سايبهم في حالهم، انا بس عايزاهم يعني مجرد يدقوا شوية، يعني يثبتوا في الارض شوية، اللي هي المربعات النجيلة دي. بس لا سيمبا مش سايبهم، وكل يوم اعدل فيهم وبس يعني بسيب فيهم الخرطوم كده شوية ايه
حلوين عشان ياخدوا ميتهم كفاية ويدقوا في الارض. تعالوا بقى نعمل الغدا بتاعنا النهاردة. انا بصراحة عندي بواقي اكل من امبارح كفتة. هعمل ايه بقى؟ قلنا ايه، احنا مش عايزين حاجة فيها لحمة، الولاد مش اعمل لهم الكفتة سخنها لهم، بس احنا بقى عايزين طبق ايه مسقعة كده. بصوا الطبق مسقعة يعني شوية جرجير مخلل عيش، والله العظيم اكلة كده معتبرة. عملت هنا حمرت التومة وحطيت عصير طماطمتين وملح وفلفل وكمون وشوية شطة، وبعدين كنت يعني هسيبهم بقى يتسبكوا كده، وكنت قالية البتنجان وقالية معاه قرن كده شطة يظبط المسقعة. هنا بقى الطماطم بتاعتي اتسبكت، هزود بس كوباية مية مش اكتر. انا هعمل يعني طبق مسقعة واحد، يعني يكفي فردين فقط لا غير، لان الباقي الولاد لا لهم الاكل هياكلوا كفتة، وهعمل لهم شوية رز اصفر دلوقتي. فيبقى كده يومنا الحمد لله قضيناه. هنا بقى الحلة دي جبت فيها بشرت بصلاية وبشرت جزراية، وهعمل لهم رز بخاري، هما بيحبوه جدا مع الكفتة. احنا كنا واكلين الكفتة امبارح بعيش، هعمل لهم بقى الكفتة النهاردة برز بخاري. انا كده يعني الطماطم اتسبكت وزودت لها كوبايه الميه وخلاص غليت، هبدا احط البتنجان بتاعي وقرن الفلفل الحامي ده. انا بصراحه ما بحبش احط للمسقعه بطاطس، في ناس تحبها بالبطاطس، بس انا ما يعني ما بفضلهاش بالبطاطس، ما بحبهاش بصراحه. هنا بقى سبت المسقعه بقى تستوي كده مع نفسها، وهعمل لهم شويه الرز البخاري زي ما قلت لكم، بشرت بصلايه وبشرت جزرايه وحطيت شويه زيت معتبرين. وهنا بقى يعني فصين حبهان وفصين قرنفل، فصين كبيبه صيني وورقتين لورا. ولو عندك قرفة خشب هتحطي عود يخلي الرز البخاري تحفة، بس انا ما كانش عندي قرفة خشب، خلصت يعني اتفاجئت ان انا ما عنديش. بس كده هبدأ اشوح البصلاية والجزراية والحاجات دي، وهضيف برضو بقى هضيف الملح بتاعي، شوية كمون، شوية بهارات كبسة، شوية كركم عشان يدوني اللون الاصفر اللي انا عايزاه بقى في الرز البخاري. بصراحة نسيت يعني نسيت احط زبيب، انا بحبه جدا بالزبيب، بس نسيت يعني مش عارفة ما جاش في دماغي خالص الزبيب النهاردة. بس كده هشوحها كده، والله عايزه اقول لكم الريحة جميلة. هزود مية وغسلة الرز بتاعي، رز بسمتي غسلاه ولا نقعاه ولا اي حاجة، مجرد غسلاه. هزود مية عادية جدا زي الرز العادي، يعني انا ما عنديش افتكاسات في الرز البسمتي، يعني لا بنقع ولا بعمل اي حاجة. وبيستوي بتبقى الحباية بصوا مفرفرة كده وزي الفل. بس خلاص، وانا مزوده الملح بتاعي، عملت لهم شويه رز صغيرين يعني على قد الولاد بس. بس كده كده بقى اكلنا جاهز يستوي. بس بصوا بصوا بقى المسقعه يعني تعالوا خطيره بقى نغرف الغدا ونتغدى. جبنا عيش، عيش اسمر وعيش ابيض، عيش بلدي وعيش ابيض للي عايز بقى بلدي، واللي عايز عيش اللي هو اللبناني ده ياكل. جبت شوية مخلل كده ويلا بينا بقى. كنت يعني سخنت الكفتة كده الباقية في الميكرويف. انا قلت لكم احنا عندنا اكل باقي وهنزود عليه، بس يعني هنزود عليه حاجات، هنزود عليه طبق مسقعة شوية رز كده ويبقى يعني حلو قوي النهاردة كده. بصوا الرز ما شاء الله الحباب حبيته، ويعني ريحته جميلة. كان عايز شوية زبيب بس انا نسيت خالص. بس كده واحط لهم بقى الكفتة عليه كده، ويبقى ده الغدا بتاع النهاردة. وكان يعني يوم حلو جدا وسهل كده وغدا حلو، يعني غدا يعجب، يعني يعجب الكبار والمسقعة كده. واحنا بصراحة واكلين كفتة امبارح، فما حبيتش بقى ان انا اعمل حاجة فيها لحمة تاني وكده. لا المسقعة حلوة جدا. حطت لهم الباقي من الكفتة كده بس خلاص. وتعالوا بقى نغرف المسقعة بتاعتنا. يعني كان كل الاكل سخن، كان بصراحة يعني خلاص بيقول يلا كلوني. انا كنت مطلعه لهم جيلي كده، كنت بقى يعني غسلت المواعين شطبتها، مطلعه لهم بقى جيلي كده اعمله لهم برضو، يعني اليوم لسه فيه حاجات كتير. بصوا غسلت بقى حزمة جرجير كده لزوم المسقعة. وهنا بقى تعالوا بقى نغرف المسقعة بتاعتنا العظيمة دي وناكل كده، يعني لقمة هنية تكفي 100. بصوا جميلة.
شفتوا الاكل وجماله حلو جدا وشكله يفتح النفس. اللي يعجبه ده ياكل واللي يعجبه ده ياكل. بصوا الجمال. مش بقول لكم بقى، يعني انا قلت لكم اليوم لسه ما خلصش، اليوم لسه فيه حاجات كتير. من ضمن الحاجات اللي فيه، بصوا انا كان عندي بقى شويه بصل كده باقيين، دول اخر حاجه من تخزين البصل السنه اللي فاتت. عايزه اقول لكم بقى ان كل حد عنده شويه بصل كده ايه يحافظ عليهم. البصل بقى يعني بقى بسعر التفاح، فاللي هو ايه، يعني مفيش. كنا السنه اللي فاتت يعني زي اليومين دول كنا بنشتري البصل، يعني ما كانش له سعر والله. دلوقتي مثلا عشان تخزني بصل عايزالك مثلا 1000 جنيه. 1000 مين يعني، قولي اكتر قولي اكتر يعني. الله المستعان بقى. فبصراحة يعني شميت كده في الشوية الباقيين دول ريحة مش كويسة. فقلت لا، انا لازم بقى اخدهم على السطح كده. كنا خلاص بقينا قرب المغرب، يعني عارفين الهوا بقى حلو والدنيا ضللت. فاخدتهم وجبت الصاج بتاعي ده وبدأت افرزهم بقى، يعني البصلاية الحلوة اخدها واللي مش عجباني طبعا واللي باظت. عارفين هو ما كانش باظ خالص لاخر، يعني لاخر السنة. عارفين اللي بوظوا مني ايه؟ ان انا لميته كده وحطيته في طبق بلاستيك فاتحط على بعضه، فده اللي بوظه مني بصراحة يعني. لكن هو كان مفروض كنت حطاه على الرخام كده، على البسطة اللي فوق، فكان حلو قوي ولا باظ ولا زرع ولا اي حاجة. يعني كنت تحطيه على السيراميك، منه للسيراميك او منه للرخام، فبيبقى ساقع عليه ما يسخنوش يعني ما يبصش منك خالص. بس انا بصراحة لما حطيته في الطبق البلاستيك، يعني عارفين اللي هو اتكمر على بعضه، فكتير منه باظ مني بصراحة. هنا بقى خلاص خدت اللي ينفعني، هو والثوم. وهلم بقى كل اللي يعني كل اللي باظ ده هلمه كده في كيسة واحطه في الباسكت. بس كده. يومنا بقى النهاردة كده خلص الحمد لله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا بشكركم جدا على متابعتكم ليا ويا رب كده نكبر ببعض ان شاء الله، واكون عند حسن ظنكم. فيديوهاتي تدخل بيوتكم كده ان شاء الله. واستنوني بإذن الله في فيديوهات تانية يعني تعجبكم كده ان شاء الله. اشوفكم على خير، مع السلامة.